بعد كده يا شباب بقى الجزئيه رقم 9 عندنا في الكورس بتاعنا وهي الاساس والاس. ركز كده معايا بقى. الاساس والاس، اول جزئيه معانا مفهوم الاساس والاس. بص يا سيدي، لما يقول لك مثلا 2 اس 3، الاثنين الرقم اللي تحت ده هو ده الاساس، ده الاساس بتاع الرقم. طب والثلاثه اللي فوق الصغيره دي كده مين؟ الاس. خلاص. طيب عايزين نفهم يعني ايه اساس واس. 2 اس 3 معناها ان الاثنين دي مضروبه في نفسها كم مره؟ 3 مرات. 2 في 2 في 2 اللي هي 8 يعني. خلاص. دي معنى 2 اس 3 يعني 2 تكرر ضربها ببعضها 3 مرات. طب 5 اس 4 نفس الكلام برضو، الخمسه دي الاساس والاربعه دي الاس، معناها ان الخمسه انضربت في نفسها 4 مرات برضو. خلاص يا حضرات. 5 في 5 يعني اللي هي طبعا 600 تقريبا 25 وهكذا. خلاص. طيب تعالى بقى اللي عندك لو الاساسات متشابهه بقى، في الضرب بنعمل ايه وفي القسمه بنعمل ايه؟ ركز كده معايا. قال لك في الضرب بنثبت الاساس ونجمع الاسس، يعني 3 اس 5 في 3 اس 4. عندك الاساس هنا شبه الاساس هنا اللي هو 3، فنثبت الاساس، نثبت الثلاثه ونجمع الاسس. 5 وهنا 4 يبقى نجمع 5 زائد 4، يبقى كده عندك 3 اس كام؟ اس 9. خلاص. طيب بعد كده 6 اس 4 في 6 اس سالب 7، برضه هنثبت الاساس اللي هو 6 ونجمع الاسس. الأس هنا 4 اهو، زائد الأس هنا سالب 7، حطها في قوس بقى كده سالب 7. ركز كده بقى معايا. موجب في سالب بكام؟ بسالب، يعني بقى 6 أس 4 ناقص 7. خلاص. اللي هي كام؟ اللي هي 6 أس سالب 3. خلاص كده اللي هي 6 أس إيه؟ أس سالب 3. طب إيه رأيك بقى لو أنا عايز أخلي الأس ده موجب؟ أعمل إيه؟ مش الرقم ده في البسط، خليه في المقام اهو، يبقى 1 على 6 أس 3. ما هو أي عدد في المقام لو أنت عاوز تطلعه للبسط طلعه بإشارة مخالفة للأس، يعني لو تحت أس موجب يطلع فوق أس سالب، لو تحت كان أس سالب يطلع فوق أس موجب. خلاص كده يا شباب؟ طيب برضه عندنا كمان مثال اهو، بيقول لك 4 في 10 أس 6 في 1.6 في 10 أس سالب ايه؟ 19. أولا هنضرب الأعداد في بعض، يعني الأربعة تنضرب في مين؟ الأربعة ده تنضرب في 1.6 ديك 6 و4 في، ركز كده بقى في ال10 أس كام بقى؟ هنا 10 أس 6 وهنا 10 أس سالب 19. اطرح يا أستاذ، احنا في الضرب بنجمع. ماشي، ما أنت عندك هنا الجمع إشارات مختلفة، فنطرح وناخد إشارة الكبير. 19 اطرح منها 6 بقى كام؟ 13. إشارة الكبير اللي هي 19 سالب يبقى 10 أس سالب 13. خلاص؟ طيب في القسمه بقى بنعمل ايه؟ قال لك برضه مثبت الاساس بس بنطرح الاسس. يبقى في الضرب بنجمع الاسس، اما في القسمه بنعمل ايه؟ بنطرح الايه؟ بنطرح الاسس. فانت عندك 5 اس 4 على 5 اس 3، هنثبت الاساس اللي هو 5. ركز كده، هنثبت الاساس اللي هو 5 ونطرح 4 ناقص 3 يعني 1. 5 اس 1 اللي هي 5، الواحد يعني ما بيتكتبش. طيب هنا برضو نثبت الأساس اللي هو 5 ونطرح الأسس. سالب 8 سالب سالب 2. ركز كده بقى في الحتة دي. بقت 5 أس كام بقى؟ سالب في سالب وموجب، يعني سالب 8 موجب 2، يبقى كده يا شباب 5 أس سالب 6. 5 أس سالب ايه؟ 6 اللي هي 1 على 5 أس 6. طب هنا 6 أس 3 على 6 بس، اللي هي 6 أس 1 يعني. خلاص اطرح الأسس برضو. 3 ناقص الأس اللي تحت كام؟ 1، يبقى 3 ناقص 1. 3 ناقص 1 2، يعني 6 أس 2 اللي هي طبعا 36. ما هو 6 في 6 ب 6 وكام؟ أو 6 تربيع ب 36. خلاص يا شباب؟ طيب يا شباب، القاعدة رقم 3 بقى من قواعد الأسس بتقول لك إيه؟ لو في أس مرفوع لأس بنضرب الأس اللي تحت في الأس اللي فوق. إزاي؟ ركز كده معايا. عندي مثلا هنا 3 أس 5، الكل مرفوع للأس كام؟ للأس 2. هنا انت عندك اسين اهو، ادي الاس اللي تحت اللي هو الخمسه دي والاس اللي فوق اللي هي مين؟ اللي هي الاثنين. فانا بعمل ايه؟ بقوم قايل كده بكل بساطه 3 اس اضرب الخمسه اللي هو الاس اللي تحت في الاس اللي فوق اللي هو مين؟ اللي هو 2. خلاص؟ يعني يبقى كده 3 اس كام؟ 2 في 5 ب 10، 3 اس 10. خلاص يا حضرات؟ طيب مثال كمان اهو، 6 اس 3 الكل مرفوع للاس كام؟ للاس 4. برضه نفس الكلام، بنثبت الاساس 6 ونضرب الاس اللي تحت اللي هو 3 في الاس اللي فوق اللي هو 4. 3 في 4 ب 12، يبقى كده الناتج 6 اس كام؟ 6 اس 12. خلاص. طبعا في ناس
بتغلط بقى، بتقول لك ايه هنا الخمسة تربيع ب 25 يبقى 3 أس 25. طبعا غلط، لا انت مش بتربع الأس اللي تحت، خلاص امال بتعمل ايه؟ بتضرب الأسين في بعض. خلاص يا شباب. طيب القاعدة رقم 4 من قواعد الأسس بتقول لك أي عدد أس صفر بيساوي واحد، وطبعا ده كتير من الناس عارفاها، أي عدد أس صفر بيساوي إيه؟ بيساوي واحد. يعني مثلا 5 أس صفر بواحد، طب 6 أس صفر برضه بواحد. خلاص يبقى أنت عندك أي عدد إكس مثلا أس صفر دايما هيساوي يا شباب، هيساوي الواحد الإيه؟ ها، الواحد الصحيح. طيب رقم 5، القاعدة الخامسة بقى توزيع الأس. بص يا سيدي، في الضرب والقسمة بنوزع الأسس، لكن في الجمع والطرح ما بنوزعش الأسس. ازاي؟ بالراحة كده ركز معايا. في الضرب والقسمة بنوزع الأسس، يعني 2 أس 3 الكل مرفوع لأس 5. ركز، ادي ضرب اهو، دي عملية ضرب. طيب ينفع نوزع الأسس هنا؟ ازاي؟ شايف الأس 5 ده هيتوزع مرة على الاثنين ومرة على الثلاثة ومرة على مين ومرة على الثلاثة. يبقى بالراحة كده دي هتساوي 2 أس 5 في 3 أس 5 في 3 أس ايه؟ أس 5. يبقى انا كده وزعت مين؟ الأس الخامس دوت على مرة على الاثنين ومرة على الثلاثة. ماشي يا شباب؟ وتكمل بقى عادي. طيب 6 ار الكل أس 3 نفس الكلام برضو، الأس الثالث ده يتوزع برضو مرة على الستة ومرة على الار. خلاص؟ بعد كده 6 أس 3 في ار أس 3. موضوع بسيط خالص اهو. طيب تعالى هنا كده في القسمة بقى، برضه في القسمة بنوزع الأسس برضه 5 على 3 الكل أس 4. برضه الأربعة دي تتوزع مرة على 5 ومرة على 3. يبقى كده الناتج 5 أس 4 على كام؟ على 3 أس 4. ماشي يا شباب؟ 5 أس 4 على إيه؟ على 3 أس 4. موضوع سهل خالص أهو. طيب 6 ار على 7 الكل أس 3. برضه نفس الكلام 6 أس 3 في ار أس 3 على 7 أس 3. الموضوع بسيط خالص. طيب هل ينفع بقى نوزع الأسس في الجمع والطرح؟ قال لك لا ما ينفعش. طب تعالى كده نشوف أمثلة. قال لك 2 زائد 3 الكل أس 5. هل أنا شباب ينفع أقول هوزع الأس الخامس ده تبقى 2 أس 5 زائد 3 أس 5؟ قال لك لا ما ينفعش، الكلام ده غلط. لا يساوي 2 زائد 3 الكل أس 5 لا تساوي 2 أس 5 زائد 3 أس 5، لأن احنا في الجامع ما بنوزعش الايه؟ الأسس. أمال بنعمل إيه؟ ركز كده بقى. بنتخلص من القوس الأول. بنخلص القوس الأول إزاي؟ بنجمع ما داخل القوس، يعني 2 زائد 3 5. يبقى الكلام ده كده بيساوي 5، ونحط الأس زي ما هو 5 أس 5. ماشي يا حضرات؟ يبقى كده الموضوع بسيط أهو. طيب هنا برضو نفس الكلام، 3 زائد 7 الكل أس 2. هل ينفع أقول 3 أس 2 زائد 7 أس 2؟ يعني أوزع الأس اللي هو اللي فوق دوت على الرقمين؟ قال لك لا ما ينفعش. يبقى الكلام ده يا شباب لا يساوي لا يساوي 3 أس 2 زائد، أمال بيساوي إيه؟ هنجمع ما داخل القوس الأول وبعد كده نحط الأس. يعني 3 زائد 7 بكام؟ 10. خلاص حط بقى الأس اللي فوق 2 اللي هي 100، يعني 10 أس 2 اللي هي 10 في 10 اللي هي 100. خلاص كده؟ طيب احنا ممكن نعملها بطريقه تانية اللي هي ايه؟ قوس عليه تربيع. كنا بنربع الاول وبعدين نربع الثاني وبعدين نضرب الاول في الثاني في 2. خلاص نربع الاول 3 تربيع 3 تربيع. خلاص كده، ونربع الاخير اللي هو السبعه ده 7 تربيع. طب الحد اللي في النص الاول في الثاني في 2. الاول كام؟ 3 في الثاني 7 وبعدين نحط في 2. ماشي يا شباب؟ ونجمع طبعا الثلاث حدود دول. يبقى انت عندك هنا 3 تربيع 9 زائد 3 في 7 21 في 2 بقت 42 زائد 7 تربيع 49. لو جمعت الليلة دي كده تطلع معاك برضو كام؟ برضو 100، يعني نفس الناتج اللي انت طلعته فوق هنا. خلاص يا شباب كده؟ طيب السؤال اللي بعده 5 ناقص 2 الكل أس 6. برضو هنا طرحة بس برضو ما ينفعش نوزع الأسس، خد بالك. يعني برضو الكلام ده لا يساوي 5 تربيع ناقص 5 أس 6. الأس هنا بقى 6 5 أس 6 ناقص 2 أس 6. الكلام ده غلط، لا يساوي. امال بيساوي ايه؟ برضه نفس الكلام، هنطرح نتخلص من القوس الأول. نطرح 5 ناقص 2 3 وبعدين نحط الأس بقى 3 أس 6. خلاص كده؟ طيب نفس الكلام هنا 6 ناقص 3 الكل أس 2. برضه هنا ما ينفعش أقول الكلام ده لا يساوي 6 أس 2 ناقص 3 أس 2. امال أعمل إيه؟ اطرح الاول اتخلص من القوس وبعدين احط الاس زي ما هو. يعني اقول 6 ناقص 3 ب3. الاس كام؟ 2. خلاص يبقى اقوم حاطه هنا كده. طبعا 3 تربيع اللي هي 9 يعني.
برضه ممكن اعمل دي بطريقه ثانيه، اللي هو ايه، اربع الاول اربع الثاني اضرب الاول في الثاني في 2. ها 6 تربيع بكام؟ 36. خلاص كده. واربع الاخير سالب 3 تربيع موجب 9. ركز معايا، سالب 3 تربيع موجب 9. طب الحد اللي في النص الاول في الثاني في 2. ها 6 في سالب 3. 6 في كام؟ في سالب 3 في 2 تبقى سالب 36. طبعا موجب 36 هتطير مع سالب 36 لان جمعهم او طرحهم بصفر. خلاص كده. فالناتج كده يطلع كام بقى؟ مين معاك؟ التسعة برضه، يبقى نفس الناتج اللي احنا ايه طلعناه تحت هنا. خلاص يا شباب. طيب القاعدة رقم 6 بقى من قواعد الأسس، بيقول لك أي رقم في المقام لو طلع فوق في البسط بيطلع بإشارة مخالفة للأس، بنغير إشارة الأس. وكذلك برضه أي رقم في البسط، أي رقم فوق في البسط لو نزل تحت في المقام برضه بينزل بإشارة مخالفة للأس، بنغير إشارة الأس. تعال نشوف بالأمثلة كده. بسم الله. 1 على 6 ده كسر أهو يا شباب. الستة اللي تحت الأس كام؟ مفيش رقم، مفيش رقم مكتوب، خلاص يبقى أس واحد. ما احنا قلنا الواحد موجب واحد، الواحد ما بيتكتبش. طب لو أنا عايز أطلع الستة فوق تنضرب في الواحد، بص الواحد اللي فوق زي ما هو، خلاص زي ما هو أهو. طيب الستة بقى دي أنا عايز أطلعها فوق، عادي طلعها فوق تنضرب في الواحد بس بإشارة مخالفة للأس. هي تحت أس موجب واحد تطلع فوق كام؟ أس سالب واحد. الموضوع بسيط أهو. نفس المنطق برضه، يبقى أنا طلعت الستة بإشارة مخالفة. طب فوق هنا 2. السبعة اللي تحت ده حضرتك أس كام؟ أس سالب 3. لو أنا عايز أطلعها فوق أطلعها بإشارة مخالفة للأس، يعني تطلع فوق 7 أس موجب 3. خلاص؟ طيب نفس الكلام هنا. أنا مثلا عاوز أطلع، أنزل بقى، إحنا هنا طلعنا في المثالين دول طلعنا الرقم اللي في المقام فوق بإشارة مخالفة للأس. بتيجي بقى ننزل الثلاثة اللي فوق في البسط دي، ننزلها تحت. هي فوق 3 أس موجب 1، لو نزلت تحت في المقام تنزل 3 أس سالب 1. يبقى الكلام إزاي بقى؟ الأربعة دي زي ما هي فوق أهي. الخمسة اللي تحت دي زي ما هي تحت اهي. التلاتة اللي فوق دي أس موجب 1 تنزل تحت 3 أس سالب إيه؟ أس سالب 1 وتنضرب في الخمسة. طيب ركز كده بقى في المثال ده. 2 على 3 الكل أس سالب 1. أنا لو أنا عاوز أقلبه 3 على 2، هتبقى الكل أس كام؟ أغير إشارة الأس تبقى أس موجب 1. وطبعا أس موجب 1 ملاش لازمة، تبقى 3 على 2 بس وخلاص، ليها 1.5 يعني. خلاص يا حضرات؟ طيب 6 أس سالب 2، لو أنا عايز أخلي الأس موجب أعمل إيه؟ خد بالك يا دلوقتي في البسط لأن مفيش مقام، كأن المقام بواحد، يبقى أنا أقوم قالب تبقى 1 على 6 بس أغير إشارة الأس بقى، ما هي كانت فوق في البسط أس سالب 2 تنزل تحت أس موجب 2. خلاص؟ طبعا 6 تربيع ب 36 بقت 1 على 36. ماشي حضرات؟ الموضوع بسيط أهو. طيب يا شباب كده إحنا بفضل الله خلصنا قواعد الأسس كلها.